الآن سنستمع إلى الأجواء الفنية. الشباب استطاعوا أن يعني يحصلون على لقاءات مع فنانين، الفنان عبد الله رشاد والفنان الشاب أيضا محمد الخلاوي، التقى فيهم زملائنا. وطبعا ما قاعد أقول أسماء لأنهم كلهم حقيقة شغالين في كل مكان، رياض المزهر وعمار بحكيم ونايف مشهور وسمير الصوفي في حالة استنفار. خلينا نشوف رأي الفنانين عن هالمباراة. اولا يعني تهنئة قلبية بهالمباراة الجميلة اللي الكل حيكون يعني مستعد نفسيا وعقليا وذهنيا. الاتحاد والاهلي فريقين كبيرين بنجومهم وبمستواهم ومكانتهم، وخاصة في المنطقة الغربية. والمباراة هذه بتأثر تأثير كبير على نفسيات أهالي جدة خاصة. لذلك أنا ما أحب أتفرج المباراة إلا أشوفها بعد ما أعرف النتيجة، يعني من باب أنه شد الأعصاب. والله إلى حد ما أحاول أن أتابعها المستطاع، بس أنت عارف يمكن مجالنا شوية كمان، إحنا ما الأوقات ما في عندنا الأوقات، فبعيد عن الرياضة شوي. يعني دائما الشماعة تعلق على المدرب في كل الأحوال حسب خبرتي البسيطة الرياضية. لكن بالنسبة لنادي الاتحاد، أنا يعني في زوبعة في الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على نفسية اللاعبين حسب وجهة نظري. بس لما نروح كنا نتكلم عن لما بتيجي مباراة زي هذه الديربي، فطبعا يصير فيها تجمع عائلي، العائلة كاملة يعني، فيصير الانقسام عماني، منهم اتحادية ومنهم أهلاوية، الأهل منهم اتحادية ومنهم أهلاوية. الفن أو أي مجال في الحياة عموما بصفة عامة، العامة والعملية والعلمية، الموسيقى والفن يدخل في إطار كل دقات القلب، الحياة، الهواء، الماء، الشجر، الرياح، أي شيء في الحياة في موسيقى وفي صوت. بالتالي الرياضة حماس، والحماس هذا يندفع من الفن. بالتالي تشوف أنت ليش في رابطة مشجعين وجماهير يهتفوا، ولا كان الجمهور ثابت، لكن الفن والحماس والإشعال هالروح الحماسية ما تشتعل إلا بالفن. ممكن ايوه، لا في رابط بين الرياضه، العلاقات الاعلاميه انت عارف، العلاقات الرياضه والفن وكله في مجال واحد، وصار الاعلام الان هو الطاغي على الموضوع، ان كان رياضيا ان كان فنيا، ففي عوامل مشتركه كثير بين الفن والرياضه. انه احنا الفنانين نحب منتخبنا ونشجعه وندعمه، نحب الانديه الرياضيه كلها، لكن طبعا في ميول ما في شك. لكن انا غنيت للاهلي في اكثر من مناسباته للاتحاد، غنيت للاتحاد، غنيت للهلال، النصر، الاتفاق، الشباب، فما في اي حساسيه ولا حزازيات بيننا. والله ممكن اغني الفريق اللي يستاهل، احس انه فعلا هذا يستاهل الفريق، انه الشخص يغني له او ادى او خدم او قدم الوطن بصوره حلوه، ان كان في بطوله اسيا، ان كان في اي بطوله، وممكن اغني لاي فريق يقدم شيء حلو للوطن. الملعب لا الصراحه ما كنت احضره، هي مره واحده حضرت ملعب، بس ما كان في السعوديه، كان في مصر، كان مباراه بين النصر السعودي وفريق مصري الزمالك او الاهلي، ماني بس اتوقع انه الزمالك، فهي هذه المباراه الوحيده اللي حضرتها. والله احنا اللي يفوز يبارك للثاني، يعني من هذه الناحية، وهي كلها ميول محبة وثقافة رياضية اجتماعية المفروض.